والتغطية تأتي من الحارس أبو بكر نعيم يبعد هذه الكرة الصعبة جدا والساخنة. لم تكن قوية ولكن أرضية الميدان عندما تكون بهذا الشكل تغالط حراس المرمى، وذلك ما لم يكن أو ذلك ما كان قد يكون في اللقطة الماضية. كدنا نشاهد أول أهداف المباراة، عرضية ورأسية والهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري بواسطة إدريس عبد الحميد قائد المنتخب الوطني الجزائري، يسجل هدف الأول للخضر والأسبقية للمنتخب الوطني الجزائري أمام شقيقه الفلسطيني عند الدقيقة 27 بعد هذه التوزيعة داخل منطقة الجزاء والارتقاء. سبق اللاعب إدريس عبد الحميد لاعب المنتخب الفلسطيني الشقيق عيسى مهدي وافتتح مجال التسجيل 1-0 للمنتخب الجزائري أمام شقيقه الفلسطيني بعد مرور 28 دقيقة في هذه المباراة الأخوية الحبية.